السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا يا غوالي، كيفكم؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله بتضلوا بخير يا رب. رجعت لكم بفيديو جديد، وبحب رحب كل حدا اشترك بالقناة من جديد. أهلا وسهلا فيكم، نورتوا قناتي، وإن شاء الله هيك يا رب تكون بداية خير إلي وإلكم. أهلا وسهلا فيكم، وشكرا لدعمكم ومحبتكم إلي، بتعني لي كتير، والله يجبر بخاطركم. اليوم حبيت شارك معكم هالفيديو، كيف فاجأت اختي بأكلة كريسبي، وكيف طلعت النتيجة رهيبة، وكتير هيك انبسطت فيني. الحمد لله، الله يديم النعم علينا. وهيك اليوم حبيت اسوي أكلة كريسبي عند اختي مالها بالبيت. اخذت احمد طايلة اسنانه، الله يقويها يا رب ويرزقها بحسنته. وقلت لحالي انا بكون جاي تعبانة حرام، راح اشتغل اليوم انا بالطبخ عنا. على طول هي بتدللني وبتساوي لي الطبخ، اليوم صار دوري انا. خالتي شو بتعملين؟ عصاير كريسبي. الله يسلم ايديكي. الله يسلمك حبيبتي. اليوم عصايركم يا الكريسبي على طريقتي. طريقتك وطريقة امك كتير بيطلعوا طيبين. وطريقة تيتا. الله يخلي لكم امك يا رب وما يحرمكم منا. امين. والله امي ما في منها. ايه والله ما في من بعد الام، الله يحميلكم اياها يا رب. كمان تيتا. أنا بصراحة صار لي فترة ما قربنا عليه ولا جبنا الدجاج أبدا، بس إنه لحالنا حرام. الأولاد يعني بيحبوه، ولهم زمان ما أكلوه. لحالي عم ساوي لهم هالأكلة بيفرحوا فيها، بيحبوها يعني. أهم شي الكريسبي نقطعه هيك قطع طويلة بالطول يعني. هلا بعد ما بنقطعهم هيك بنغسلهم غسلة كتير منيح، وبنقيم منهم الشوائب والجلد اللي فيهم، بننعقهم بشوية خل وملح مشان الزنخة تبعهم. بعدين بنبلش بنحط لهم التتبيلة تبعه والبهارات وهيك هالقصص يعني. مع انه ام احمد كتير يعني الى زمان ما فوتته على البيت ولا جابته ابدا الدجاج، بس قلت لحالي انا انه هالاكل بحير يعني، وهالولاد الهم زمان عم ينقوا على هالاكله بدهم اياها. قلت لحالي رح ساويها وفاجئهم فيها هالاكله تحت ايدي. وهون هيك عم بلش هلا نغسلهم وننعقهم بشوية خل وملح. الخلاط وهي ملح. شايفين هاي المي كيف تغير لونها؟ هاي كلها مية زنخ يعني. سبحان الله، الدجاج قد ما غسلته بس بحاجة كتير انه ننعقه بشي خل وملح كرمال تروح منه الزنخة. هلا هيك عم نقطع البطاطا مثل محلات الفراريج. ما شاء الله تقطيعة بتجنن، ما شاء الله. طبعا طريقة التقطيع هي اختيارك، كيف ما بتحبي تقطعيها. هون هيك عنا البطاطا غسلتها كتير منيح وصفيتها وملحتها، وهلا رح احطها بالمقلاية. هلا هيك رح فرجيكم خلطة الكريسبي تبعي. هون اول شي عندي طحين ابيض، وهون هلا عندي هيك بهارات كريسبي وملح وباكنج باودر وبهارات مشكلة وفلفل. هلا في ناس بتضيف زنجبيل
وهيك. بس بصراحة أنا هيك أكتر من هيك ما بحب ضيف. لو كان عندي بابريكا حلوة كنت حطيت، بس والله ما موجودة. انتوا إذا بتحبوا تضيفوا ضيفوا، ما في أي مشكلة. هون عندي جريش الكعك، هذا بيقولوا له، بجيبه أنا جاهز. هذا خصوصي للكريسبي، هيك بيعطي قرمشة للكريسبي يعني. هلا هون عنا نحن هي البهارات نفسها اللي ضفناها عم نضيفها على الطحين، هي اللي نحن هلا بنضيفها على المي. هلا عم بلش نحط البهارات على الطحين، نخلطهم كتير منيح. هيك عم نضيف هلا جريش الكعك. هلا هيك عنا البطاطا صارت جاهزة، رح نطالعها. ما شاء الله شايفين بتشهي. الله دخيل قلبك صيرين خانة. آه. هلا رح ضيف مي هون، حرك كتير منيح لحتى ينخلطوا، تروح هاي التكتلات تبع البهارات. هيك هلا عم بلش نلكم بالطحين والبهارات. هون هيك عم نرجع على المي، بنرجع مرحلة تانية. هون بنرجع بنلكها مرة تانية. هلا هناخد قطعة تانية نفس الشي رح نعمل. شايفين كيف؟ اهم خطوة انه نحاول نلكها كتير منيح بالطحين. هيك ها. طبعا بحب خبركم انه السر مو بالوصفة ابدا، السر بالبسمة والنفس اللي انعمل فيه الطبخة. هلا هيك عم بلش بتقطيع الخضرة. بيقولوا العين بتاكل قبل التم، هون حبيت اقطع شوية. هلا هيك انا عم بقطع هيك كرمال تزيين يعني. صحن الاكل يعني ما بطيب هاي الاكلة غير الخضرة قدامي منها. الترتيب والفن اهم من الطبخة والله. اذا نأمن. هلا هون هيك عم بلش بقلل الكريسبي. بسم الله. شوي شوي رح نحطهم بالمقلاية حتى ما يلزقوا ببعضهم. الله يعطيك العافية. الله عافية. شلونك؟ الحمد لله. شو المفاجأة الحلوة؟ شو عم تعملي؟ حبيت والله صار لكم يوم أكلة كريسبي. يا سلام، الله يعطيك العافية. والله أنا هيك جاية من الدكتور مالي خلق، تعبانة ومالي حاسنة. الله بعرف يجبر والله خاطرك. لحالي انك انت عتيجي تعبانة مالك قدران تطبخي، ولادك جاي على بالهم هالأكلة لحالك تساوي لهم إياها على اليوم. الله يسلمك. والله صايرة كسلانة هالأيام، أنا بتلاقيني قد العصر وحي قد المغرب وما بعرف شو بدي أطبخ. تم أولادي شو بدنا نساوي أكل؟ لك في صارت كسلانة. الله يقويك يا رب. هون هيك عم نبلش تقطيع المخلل. وشوفوا لي ما شاء الله اللون طالع مثل الذهب والريحة بتاخذ العقل. ما شاء الله. الله يسلمك جهدي. الله يسلمك يا هلا رب. بدي بين معنا على القرمشة كمان، إذا عم قرمشوا أو لا. ما شاء الله شوفي. يا عين ليك سمعت صوت القرمشة. هون السر الخطير بالقرمشة. فولي هالمنظر ما أحلاه ما شاء الله. بياخد اسمعي صوت الخشخشة القرمشة. عم بلش هلا هيك نصفهم كلهم بجاط واحد. تعملينا يعني منسو؟ ايه. يا عيني على الإبداع. هلا بدكم تاكلوا وتدعوا لي.
الله يسلم ايديك. الله يسلمك يا رب. أنا كتير إلي مرق هيك بالطبخ وبالتزيين. حاول هيك نظبطه. داير من دار الجاك. يا عيني والله العين بتاكل. لكم هون حبيت أنا أعمل لوحة فنية مو بالجاط أكل يا عيني ما شاء الله. كلكم كان مخللاين هيك هي داير مدام. هي طبعا أكلة الكريسبي ما بتطيبها غير المايونيز. هلا هون أنا جبت المايونيز جاهز بس إن شاء الله المرة الجاية رح أحاول أعمله على إيدي. يا سلام ما شاء الله. والله الله يبارك يا خالتي. هيك عشان ما تقلق. حملون شو هالمنسف هذا؟ وشو هالأكلة اللذيذة لك؟ إن شاء الله الله بيجبر بخاطرك يا أختي. الله يسلمك. شوفي شلون الله يجبر ما شاء خاطرك الله. يا خالتي. ما أحلى. عن جد أنا كتير بروق وقت حدا هيك بيساوي لي أكل بيقول لي تعالي كلي يا الله شو بنبسط. بس أكلك عم بدي أشتغل بعرفك. خصوصي إيه عن جد وقت حدا هيك يضيفني شي أكلك وما شغلة فيها بنبسط. ولم الطعمة لا تقاوم. ما شاء الله إن شاء الله ألف صحة وهنا للجميع. جربوها على طريقتها وما بتندموا عن جد كتير طيبة الطعمة. هلا رح أعمل إبريق مليسة بدال الشاي. الأولاد بدهم شاي قلت لا أعمل لكم مليسة أفيد لكم. بسم الله. هلا بعد ما غلى الإبريق رح نزل عليه المليسة. هلا هيك غلى غلوة رح سكر عليه وأطفي تحته. جودي قال عاملة كم سؤال رح تسألكم. اللي بيجاوب على السؤال أول فائز بيطلع له عنا كاسة مليسة. أنا غديت لكم مليسة أوكي؟ يلا فتي لشوف هالقرعة يا جودي. اختاري سنين. يلا روحي وقفي شوي حطوا. اختاري سيري شو هو السؤال. افتحي لنشوف. هاتي لشوف لإيدي. أن هي من أول من آمن من النساء سيدة خديجة رضي الله عنها. برافو أحسنتي يا سيرين. صبي لها كاسة آلاء صبي لها. تكرمي. بس طالع لوننا كتير أبيض. لا ظريفة هي كاسة مليسة لسيرين. يلا هيام يلا هاتي الورقة أعطينيها لشوفها. افتحيها. في واحدة بدفع له هلا ورق ثاني. في واحدة أيوة. أخذ الورق الثاني. شو هو سؤالك؟ من نام في فراش الرسول صلى الله عليه وسلم؟ علي علي أبو طالب. علي بن أبي طالب. أحسنتي يا هيام. صبي لها كاسة يا آلاء. يلا هلا كل واحد واحدة. يلا جودي. دور خالتي. ايوه خالتي كمان. بركي خسرت آلاء ما بنعطيها كاسة مليسة. لا. يلا اختاري آلاء خذي عن جد خذي. شحذا خالتي. هاتي اعطيني اياها لحتى اقراها. كم كان عمر النبي عندما نزل عليه الوحي؟ 40 عاما. احسنتي. سفوا لها لآلاء. أحسنتي. بارك الله فيك يا عمي آلاء. يا أمي. برافو. يلا أمي أنت. صبوا لها هلا انا رح صب لها كاسة. ها رح كافئها. يلا. دورك أمي. اعطوني ورقة لشوف. أنت اختاري. ايوه خير افتحي لي اياها لشوف. حظك يا أمي حيطة. ما بنعرف. قديش كان عمر السيدة خديجة تتزوجت النبي؟ كان عمره 40 سنة. برافو. صف أولى لأمي. أحسنتي. أحسنتي. بارك الله فيك يا هاي تكون وصلت معكم لنهاية الفيديو.
إن شاء الله يكون عجبكم الفيديو واستمتعتوا فيه. وإذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تحطوا لي لايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.